السلام عليكم. انا كمواطن مغربي شاب مغربي خاصه من هاد لا جينيراسيون ديال التسعينات، انا مع اي حاجه، اي تحرك شعبي باش انه يكونوا اصلاحات ويكونوا حوايج مزيانين في المغرب، خصوصا من ناحيه التعليم والصحه، يعني كاع الميادين الاجتماعيه اللي المواطن المغربي كيعاني منها. بطبيعه الحال ما هو اقتصادي وما هو داكشي كامل كيجي من بعد. انا صراحه كنحيي الشباب اللي خرجوا، بادره مزيانه باش مابقاش داك الحكومه تعرف بان كاين واحد الشعب كيتحرك، كاين واحد الشعب بغى يدير واحد الموفمون قادر انه يخرج ويحتج ويقول ويبين الحوايج اللي ما عاجبينوش. انا حاجه وحده اللي عندي فيها المشكل، ماشي مشكل، ولكن كنتمنى انها تكون واضحه اكثر، وهي الهويه ديال من يقفون وراء هذه التحركات هادو. ماشي للتخوين ولا شي حاجه، لا، غير باش نعرفوا شكون هما. مثلا بغيناهم يخرجوا يهضروا مثلا ممثلين ديال هذه الحركات. علاش ملي كيكون واحد التحرك ضروري خص تكون واحد الحاجه مثل القياده ديال دوك الموفمون. ما يمكنش ان موفمون كاين ما عندوش قياده، يعني غادي يمشي عشوائي، سافا با مارشي. خص يكون متحدث، نعرفوا شكون هو الانترلوكيوتور ديالنا باش نعرفوا الامور فين غاديه، ونتاكدوا في نفس الوقت ان ما كاينينش اشخاص اللي ما كينتميوش لهذه البلاد اللي ممكن يكونوا وراء شي تحركات اللي غتعطي النتائج ضد داكشي حنا اللي بغينا. وهذا ما كان.